السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناتنا بوسلام برو. معكم أخوكم بوسلام، واليوم عندنا فيديو جديد. إعلام الجزائري ما فهم والو، بدا يخرج نيشان ضد المغرب. أخوتي الإعلام ما فهم والو، بقى ضد المغرب وانت ما فاهم حتى حاجة. خليكم أخوتي تسمعوا ورجعوا من بعد إن شاء الله. هل هناك علاقة للامتداد التيجاني في السنغال بما حدث يوم أمس لفريق اتحاد العاصمة؟ مجرد أسئلة يمكن أن نطرحها. ثالث تساؤل: أنا أنتظر في ردة فعل وفي قيمة ردة الفعل من الاتحاد الجزائري مع الاتحاد الإفريقي. هل سوف يتعرض نادي جياراف السنغالي إلى ما تعرض إليه مولودية الجزائر، أم العقوبة سوف تكون أقل ضررا؟ مع العلم أن هناك فارق في الخسائر. هناك 15 مناصرا يعني يعانون من إصابات وفيهم حالات خطيرة بين لاعبين وأنصار. الفريق المنستير لم يكن لم يعد إلى تونس بتلك الحمولة من الخسائر. صحيح. مع ذلك فريق مولودية الجزائر تعرض إلى 4 مقابلات، منها 2 نافذتين وغرامة مالية وحرمان جمهور المولودية من مباراتين من حضور جمهوره طنجيت والهلال. ننتظر فقط تلك القرارات التي سوف يصدرها الاتحاد الإفريقي، وننتظر ردة فعل، أقولها وأكررها، ردة فعل الاتحاد الجزائري حول هذه القرارات. وإذا كانت ردة فعل قوية سوف نخوض أيضا معركة مع الاتحاد الإفريقي لكي نؤمن على الأقل بقية الأندية الجزائرية وهي تنتقل الى لا اقول ادغال افريقيا، لان السنغال على الابواب. هذا بلد امن، الملعب متطور دشن منذ اظن 2 سنين لا اكثر ولا اقل. هذا دليل على ان هذه القاره تفتقد لموازين اداء مباريات في كره القدم. كنا نتحدث عن التحكيم، قال لك البعض بان خوض المباريات في افريقيا لا يجب ان نذهب لحموله التحكيم وما الى ذلك. اليوم الظروف لم تكن مواتية لاتحاد العاصمة ليخوض مباراة في كرة القدم. بضعة عشرات من الأنصار تعرضوا إلى هذا الذي شاهدناه. تخيل لو كان الملعب ممتلئ عن آخره، كيف كان سيكون الحال بالنسبة للوفد العاصمي؟ مرة أخرى وتوقف يا عماد، أقول بأن الفرق الجزائرية وهي تخوض جولة دون هزيمة خاضت جولة بأضرار جسيمة قاسية على مولودية الجزائر. هنايا لما تشوف الشيء اللي تعرض فيه اتحاد العاصمة، ونعرفوا أنصار اتحاد العاصمة أنصار مثقفين، أنصار عندهم حب في الفريق، حس المناصرة، وعندهم سلوك. حتى هنا لما نصنف انصار اتحاد الجزائر من بين احسن الانصار في البطوله الوطنيه، ولا في على مستوى القطر ككل. ما همش من الانصار هذوك اللي متعصبين بدرجه انهم يقوموا باعمال شغب ولا. انا نظن بالنسبه لي المشكله هو في الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي ماهوش يعمل لا على تطوير الكره. الاتحاديه ما قالتش ولا ما عملش ولاد خرج كومونيكي على واش صار البارح في الفيدرالي. مازال لحد الان كما قلت لازم برينسيپ الفيدرالي توقف مع اي فريق جزائري دير على الاقل بيان لازم صوتها يبان في لاكاف، في الكوميتي اكزيكوتيف. لحد الان وفق اخر المستجدات لا يوجد أي بيان من قبل الاتحاد الجزائري، ما عدا تعادل. هناك خبر حول تعادل الاتحاد العاصمة أمام الخصم السنغالي. معليش هذا البيان نقول على الأقل ما يهمنيش البيان. اليوم أنا نتمناو بلي هناك بيانات لاتحاد العاصمة وفق ما نشاهده فيها. احنا نتمناو قريب نعاودوا نولوا الكوميتي اكزيكتيف تاع لاكاف في المارس الجاي، ولكن قبل ما نولوا لازم صوتنا يبان. لازم كي نكونوا كل مرة كل ما يصرى حاجة لازم على الاقل لو كومونيكي ماشي غير يبان لنا، ماشي يكون كومونيكي تاع الفيدراسيون. لازم الكومونيكي يتجه للاكاف، لازم يقول بلي احنا الاتحاد الجزائريه بيسير نقول ما نقبلوش التصرف هذايا، وما نقبلوش انكم لازمكم توقفوا معنا. لازم احنا ما نخلوش نوادينا يتعرضوا عليهم هكذايا. لازم يبان، لازم صوتنا يبان. وخاش كما نقولوا لكن كما قلت انت يا مهدي، على الاقل بيان في الحسابات الرسميه او حتى ذكر في دقيقه منير القميص الوهمي، بما ان رانا نتكلموا على اتحاد العاصمه،
والخرجات دائما تاع لاكاف مازال ما خرج ومازال الفريق راهو موجود، ولكن فريق بركان هذيك نهضة بركان موجود لا كيفاش تشوفها الفيفا يعني اكدت على انه هذا كله مخالف للمواثيق والقوانين، والكاف راهي ساكته ضرب النح. كيفاش تشوف؟ انا نظن هذه صفعه مراد، صفعه صح، صفعه للكاف وصفعه للمخزن وصفعه لفوزي لقجع وصفعه لهم كلهم. لكن الحاجه دوكا اللي تغيت الفيفا قالت ما تعترفش بهذه الخريطه الوهميه، وحنا عندنا فريق حرم من لعب النهائي وحرم من لقب، ربما لقب ثاني اللي كان في المتناول تاع كاس الكاف. دوك شكون يجيب حق اتحاد العاصمه بعدما اعترفت الفيفا باللي هذه الخريطه هذه خريطه وهميه وغير معترف بها؟ انا حبيت نتساءل الطاس هذه اللي مدت الحق اللي راه ديبوتي ليسما، قال لك الطعن تاع ليسما جاز ما اعترفوش به، واليوم الفيفا تنصف الاتحاد وتصفع الكاف اللي هذه اصبحت مراد والله غير اصبحت هيئه بين قوسين خضره فوق عشاء، ما دام ان القرارات تتخذ بعيدا عن هذه الهيئه بعيدا عن المقر في القاهره، الامور واضحه مراد. مرحبا بكم من جديد خوتي وخواتاتي. صراحه النظام الجزائري خرج فيه نيشان وبداو تيقولوا شي حوايج ما كايناش. حكا خريطه المغرب باقا تيلعبوا فيها نهضة بركان، حكا الفيفا ما اعترفاش ولا ما عرف شنو، الكاف اضحوكه، الكاف في يد المخزن، الكاف حيت المغاربه في الكاف تدافعوا عليهم. حنا تعدوا علينا في السنغال ضد جفار السنغالي، واخوتي راه بزاف نظام تيبكي، اعلام تيبكي، كبرانات تيبكيو، بالله خوتي تا بزاف.